تخيل لو كل أفكارك وكل عيوبك اللي مخبيها حتى عن أقرب الناس ليك بقت فجأة مشاعر ومكتوبة على وشك. تخيل لو ربنا رفع عنك غطاء الستر للحظة واحدة بس، العالم كله هيهرب منك وأقرب الناس ليك مش هيطيقوا يبصوا حتى في وشك. عشان كده الستر مش مجرد طيبة قلب، الستر هو الحصن الوحيد اللي مخلينا لسه عارفين نحترم بعض ونحب بعض. زي ما بنستر الناس في خيبتهم، ربنا هيسخر الكون كله عشان يستر خيبتنا. اسمعها بقلبك واحنا بنختم المحطة دي من أثر: زي ما بتستر هتتستر. احنا عايشين في زمن الكاميرا فيه بقت أسرع من الرحمة، والفضيحة بقت بتلف العالم كله في ثانية قبل ما صاحبها يلحق يعتذر. بقينا نستسهل الترند على حساب كرامة الناس وأسرار بيوتهم، بس الحقيقة إن الستر بقى اليومين دول عبادة الأبطال. إنك تشوف العيب وتغمض عينيك، إنك تعرف السر وتدفنه في قلبك، ده مش سكوت سلبي ولا ضعف، دي إنسانية. اللي بيستر الناس هو في الحقيقة بيبني لنفسه درع خفي هيحتاجه يوم ما يغلط، ومحدش فينا معصوم. الستر هو اللي بيخلينا نقدر نصلح اللي اتكسر من غير ما نكسر صاحب المشكلة. تذكر دايما، اللي بيفرح في عورة غيره ربنا بيكشف عورته للدنيا كلها وهو مش حاسس ولا دريان. الستر هيبة، الستر أمان، الستر هو أجمل أثر ممكن تسيبه في حياة إنسان غلط ومحتاج فرصة تاني. إذا أبصرت عيب الناس فاستره رحمة، فإنك مثلهم تخطئ سرا وجهرا. ولا تجعل لسانك سيف فضح مشرع، فكم من فاضح قد فضح الدهر ما سترا. أحب الخلق عند الله من كان ساترا، أحب الخلق عند الله من كان ساترا. يداوي ولا يؤذي، يصلح لا يكسرا. ومن ستر العباد اليوم ألبسه غدا إله العفو سترا فوق ستر إذا عثرا. قرارك النهاردة: خليك كبير لأسرار الناس وخليك غطى لعيوبهم. لو شفت ما تقولش، ولو عرفت خبي. خلي الستر طبعك الأصيل اللي بيميزك وسط الزحمة. بكده خلصت رحلتنا النهاردة مع أثر الفعل، عشان نفتح من بكرة الباب الأكبر، الباب اللي ما بيتقفلش أبدا. استعدوا، لأننا من بكرة هنبدأ رحلة تانية خالص، رحلة هندور فيها عن اللي بيفضل لما احنا نمشي، عن البصمة اللي بتتحفر في وش الزمن وما بتموتش. معادنا بكرة مع أول حلقات الجزء الثالث من أثر البصمة، رحلة إلى الخلود. خلي قلبك واسع وأثرك قرار صغير النهاردة.